دي رحلة موت. احنا بندور على ابره في قماش. احلى بدايه لموسم افلام الصيف لما نبتدي بفيلم الكريم عبد العزيز. يعني طبعا مش محتاجه كلام، هقول لك كل اللي عايز تعرفه من اول قصه الفيلم للابطال لضيوف الشرف. وكمان لازم تعرف ان فيلم المشروع اكس هو اول فيلم مصري بيستخدم تقنيه الاي ماكس. لو مش عارف ايه هي تقنيه الاي ماكس وليه هي جامده جدا، هشرح لك بالظبط. وهقول لك كمان ليه أنا بشوف إن المشروع إكس هو أهم فيلم هيتعرض في 2025. المشروع اكس هو فيلم اكشن ومغامرات بيحكي عن ضابط شرطة بيكون عنده مهمة انه يكشف او يقبض على عصابة دولية بتشتغل في تهريب الاثار. الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، اياد نصار، احمد غزي، وهنشوف هنا الزاهد وماجد الكدواني كضيوف شرف. الفيلم من اخراج بيتر ميمي ومن تأليف بيتر ميمي برضو واحمد حسني. ليه بقى الفيلم ده هيكون اجمد فيلم السنة دي؟ اول حاجة، كريم عبد العزيز وبيتر ميمي مش أول مرة بيشتغلوا مع بعض، يعني أكيد هتتحمس إنك تشوف الفيلم لما تعرف إن هم عملوا مع بعض مسلسل الاختيار والحشاشين، ودول طبعا كانوا جامدين جدا. وعملوا مع بعض فيلم بيت الروبي اللي نجح جدا وعمل إيرادات أكتر من 130 مليون جنيه، وقتها كانوا كتير جدا. الفيلم ده عالمي، لف كتير في أوروبا وتركيا والقاهرة والجونة، ومتصور فوق الأرض وتحت المية، وعملوا ديكورات ضخمة جدا علشان مشاهد جوه الهرم والمقابر الفرعونية، وجابوا فريق ستانت أجنبي علشان يعمل مشاهد الأكشن. سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك. من الآخر كده مصروف عليه جامد جدا، فهنشوف فيلم أكشن جامد ومناظر كتير حلوة. فيلم المشروع إكس هو أول فيلم مصري يتعرض بتقنية آي ماكس. تقنية الآي ماكس دي يعني صورة الفيلم كواليتي عالية جدا، وده بيوضح التفاصيل اللي في الصورة أكبر، وكمان الصورة بتكون مساحتها أكبر. يعني مثلا هتشوف الصورة كده بدل كده. والصوت بقى بيكون 3D، يعني هتسمعه من فوق وتحت ويمين وشمال، يعني وانت قاعد في السينما هتحس انك جوه المشهد، بتغوص وبتطير وبتجري. فافتكر لما تروح تتفرج على الفيلم احجز في سينما اي ماكس عشان تقدر تستمتع بكل ده وتحس انك جوه الفيلم. الفيلم ان شاء الله هيتعرض في يوم 21 مايو. قولوا لي رأيكم، ايه انطباعكم الاول عن الفيلم بعد اللي عرفتوه ولما شفتوا التيزر بتاعه؟ واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك في القناة لو بتحبوا الأفلام والسينما زيي. وكفاية كده عشان أنا تعبت.